يا مساء الفل والياسمين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. طبعا، انا كنت نزلت لكم فطار اول يوم رمضان. وتاني يوم طبعا كلنا بواقي الاكل، كان باقي لحمه وكان باقي محشي وكده. وده فطار تالت يوم رمضان، هنبدأه مع بعض من اول اليوم خالص. انا بدأت اول اليوم خالص ان انا بالعصير، وطبعا انا كان عندي بقى شويه فراوله على تفاحتين على كام موزة كده. قُلت أمّا أعمل لهم بقى إيه كوكتيل. فجِبت نُص الفراولة كده أو 3/4 الفراولة الموجودة خرّطتها كده أنصاص وحطيتها في الخلاط. عايزة أقول لكم إن ده الخلاط القديم بتاع جوزي وكده، عشان هو بيسافر فعنده خلاط في الشقة اللي هو فيها، فجابه لي وكده وهو شغّال بالفيشة، يعني الزرار بتاعه بايظ، لإن الخلاط بتاعي بينزّل مَيّة وكده، فأنا لسه هاغيّر له الجلدة وكده. خلاطي أنا جديد يعني. بعد ما فرمت الفراولة زي ما أنتم شايفين كده، فضّيتها في الدورق الإزاز ده، وهابتدي بقى أعمل فيه الفواكه بتاع الكوكتيل. أول حاجة خالص أنا طبعًا على طول بامسح الرخامة كده عشان تفضل نضيفة. عشان إيه، يعني مش بعد ما أخلّص الحاجة كده أبُص ألاقي الدنيا مكركبة حواليّا وزهقانة وقرفانة وصايمة وبتاع، فعلى طول إيدي في المطبخ وعلى الرخامة على طول نضيفة يعني. جِبت الفراولة بقى اللي باقية وبدأت أقطّعها كده قطع صغيّرة. أقطّعها قطع صغيّرة زي ما أنتم شايفين كده وأخلّصها وبعدين أحطّها على عصير الفراولة. تقدري تستبدلي عصير الفراولة ده بأي عصير تاني، عصير مانجا، أي حاجة تانية يعني أنتِ حاباها. بس أنا عملت عصير فراولة الباقي من الفراولة خرّطته كده قطع صغيّرة أو أنصاص وحطّيتها عليه. بعد كده هابتدي بقى أعمل التفاح. برضه هاقسم التفاحة نُصّين وأطلّع القلب بتاعها اللي هو فيه البذر وكده، وبعد كده برضه أقطّعها بالطول زي ما أنتم شايفين، وأرجع آخُدها تاني بالعرض. تمام. أنا في اليوم ده ما عملتش تَمْر، لإن إحنا كان عندنا من اليوم اللي قبله في خُشاف باقي في التلاجة. كان في تقريبًا حوالي 3 كوبايات من الخُشاف، فما عملتش. خلاص التفاحية التانية أنا كنت عملت تفاحة، والتفاحية التانية لو خدتوا بالكم منها هي من برّه كويسة جدًا، جيت أفتحها من جوّه لقيتها شكلها مش عاطفي يعني، شكلها غريب كده وسمرا أوي من جوّه، فاستبعدتها على طول وجبت واحدة تانية بدالها يعني. خلّصتها بقى كده تقطيع أحطها كده على العصير بتاعنا، على الكوكتيل. تمام. يتبقى معانا نوع بس واحد اللي هو الموز. والموز أنا كان عندي كام واحدة كده قشرتهم وبدأت أخرّطهم برضه يعني قطع، يعني ولا رفيّعة أوي ولا سميكة أوي، وسط كده، كل حاجة الوسط خير الأمور الوسط. وأحطهم برضه على الكوكتيل بتاعنا. الصراحة عجب الولاد جدًا، ويعتبر أكتر حاجة كلوا منها يعني من أول يوم رمضان. طبعًا عصير تمر مش فراولة، خُشاف بتاع، دي أكتر حاجة خلصت. يعني كل حاجة كان بيتبقى منها لأ، ده ما اتبقاش منه خالص. بعد كده بقى خلّصنا العصير هندخل على الحاجة التانية اللي هي البطاطس، عشان برضه إيه، يعني تكون جاهزة معانا على التحمير وكده. جِبت بس 3 بطاطسات يعني عشان ما نكتّرش كتير، إحنا يعني عشان ما يتبقاش لتاني يوم. الأكل بتاع أول يوم اتبقى لتاني يوم، اتبقى من كل حاجة، اتبقى من اللحمة واتبقى من المحاشي من اللي هي الكوسة والبتنجان والفلفل والمحشي الورق اللي هو ورق الخاص والكرنب، كلّه اتبقى منه فأكلناه تاني يوم، عشان كده ما نزّلتش فيديو. تمام. والأكل بتاع النهارده والله اتبقى منه، واتبقى منه كتير كمان. طبعًا أنا جِبت البطاطس كده زي ما أنتم شايفين وقشّرتها وابتديت أعملها كده صوابع. إحنا بنحبها صوابع رفيّعة شوية عشان تقرمش كده. هاغسلها طبعًا دلوقتي، هاحطها في البولة دي وأغسلها. تمام. باقي واحدة أهي. أنا باقطع منها حتّة كده من تحت عشان أعمل لها قاعدة تقف عليها، عشان وأنا باقطّعها طرنشات كده
يعني ما تتزحلقش مني، لإن البطاطس بيبقى فيها نشويات وكده فبتتزحلق، فأنا باقطع حتة صغيرة كده عشان أعمل لها قاعدة تقف عليها يعني. ودلوقتي طبعًا غسلت البطاطس وحطيت عليها شوية مَيّة، ودلوقتي نزلت عليها بعصرة نُص ليمونة كبيرة، ونزلت عليها بمعلقة كركم، معلقتين ملح، وشوية خل. تمام. هاسيبها بقى تتنقع شوية كده لحد ما نشوف إحنا هنعمل إيه. طبعًا الأكلة بتاعة النهارده الرئيسية بتاعتنا نسيت أقول لكم هتبقى إن شاء الله مكرونة وكبدة. طبعًا ده كيلو من يعني حوالي كيلو إلا ربع من الكبدة، كيلو إلا ربع. طبعًا جِبت الهون بتاعي وحطيت فيه توم وفلفل أخضر وكزبرة وكمون وملح. تاني، فلفل أخضر وكزبرة وكمون وملح، كزبرة جافة يعني وتوم، وهاحطهم على الكبدة كده وهاقلّبهم كويس جدًا، جدًا لحد ما يعني أخلط كل قطع الكبدة بالتتبيلة دي وبالخلطة اللي عملناها، واسيبها بقى على جنب كده قيمة بتاع إيه، 10 دقايق أقل يعني، بتاع 7، 8 دقايق كده. وطبعًا عَمّا بقى تتشرب كده من التتبيلة بتاعتها، جِبت قرنين، قرن فلفل حامي وقرن فلفل بارد. تمام. وابتديت أقطّعهم صغيّر زي ما أنتم شايفين كده بالضبط. تمام. وبعد كده جِبت طاسة وحطيتها على النار وحطيت فيها زيت، ويعني اتوصّيت بالزيت شوية، يعني بُصّوا اتوصّيت بالزيت سِنّة. وبعد كده نزلت عليها الفلفل ياخد بس تشويحة معايا كده عشان هنعملها كبدة اسكندراني بقى، سلام الكل الإسكندرانية. ودلوقتي بعد ما شوّحنا الفلفل كويس جدًا في الزيت، نزلت طبعًا والزيت سُخن جدًا حامي، نزلت بقطع الكبدة وكنت باحاول يعني إيه، هو الفيديو سريع لكن هنا كنت باقف شوية عمّا بانزّل حبّة بحبّة عشان الزيت بتاعي ما يبردش تقوم تنزّل المَيّة اللي فيها. أنا كنت بانزّل واحدة، واحدة واستنيت ما هو شايفين أنا ساكتة خالص ما كنتش باقلّبها لحد أمّا تاخد صدمة من تحت، وبعد كده أبتدي أقلّبها على الوش التاني عشان ما تنزّلش المَيّة اللي فيها وتجلِّد كده وتنشف وتبقى شبه الكاوتشة. تمام. لو نزلت على زيت بارد أو مثلًا قلّبتيها على طول بتبتدي تنزّل المَيّة اللي فيها أو العصارة اللي فيها، فبتجلِّد كده وبتشد. أنا سِبتها تاخد صدمة من تحت وقلّبتها على الجهة التانية. ودلوقتي طبعًا هي على عين، وعلى العين التانية اللي هناك بتاعة البوتاجاز كنت حاطة مَيّة المكرونة تغلي، وأول ما غليت حطيت فيها شوية ملح وشوية زيت، ونزلت عليها كيسين من المكرونة. تمام. ودلوقتي هنعمل الصلصة بتاعة المكرونة، جبت حلة وحطيتها على النار وحطيت فيها شوية من الزيت، ونزلت عليها بمعلقتين من الصلصة وشوية من السكر عشان تعادل حموضة الصلصة وكده. معلقة سكر على 3 معالق كده كبار من الصلصة، وبعدين نزلت عليهم بكيس من الطماطم اللي إحنا كنا مفرّزينها مع بعض، اللي هي طماطم معصورة ومعمولة صلصة يعني ومحطوطة في الفريزر. واستنيت لحد أمّا الطماطم فكِّت كده في قلب الصلصة، وحطيت عليها ملح وفلفل ومعلقة بابريكا، ملح وفلفل ومعلقة بابريكا بس، ما حطيتش أي حاجة تانية. ونزلت عليها طبعًا بالمكرونة، الإضافات دي أنتِ حُرة فيها تحطي اللي أنتِ عايزاه. أنا حطيت ملح وفلفل، المفروض كنت باحط ملح وفلفل بس أنا جوّدت شوية وحطيت شوية من البابريكا يعني. تمام. وقلّبت المكرونة زي ما أنتم شايفين كده لحد أمّا تختلط كلّها بالصلصة، وهاسيبها على البوتاجاز على نار يعني أقل من الشمعة كده، نار بسيطة جدًا، جدًا تتشمّع كده إيه وتشرب من الصلصة بتاعتها. تمام. وكده يبقى الكبدة خلصت معانا والمكرونة. وكمان كنت باحمّر في الوقت ده في البطاطس، بس أنا ما صوّرتهاش تقريبًا يعني، في الوقت ده أنا كنت حمّرت البطاطس خلاص. وابتديت أعمل السلطة، هتبقى سلطة خضرا عادية جدًا. جِبت كده مش هنكتّر سلطة لإنها بيتبقى منها برضه. حطيت بقى خياراية واحدة قطّعتها قطع صغيّرة، ونُص فلفلاية كده برضه قطع صغيّرة زي ما أنتم شايفين كده، وطماطمتين واحدة صغيّرة أوي وواحدة كبيرة يعني، يعني برضه عشان ما تبقاش السلطة معانا كتير، كفاية أوي، أوي طبقين صغيّرين من السلطة.
عشان بتتبقى وبتترمي وإحنا ما عندناش ولا طيور ولا أي حاجة تاكل البواقي بتاع الأكل، تمام. فأنا يعني ممكن أدّيها للجيران وكده، بالِم البواقي بتاع الأكل وأدّيها للجيران أو لسلايفي وكده، باحطها لهم برّه على السلِّم عشان ياخدوها وكده، لإن حرام تترمي في الزبالة يعني، لكن أنا ما عنديش حاجة أحطها لهم. بعد كده بعد ما خرّطت الطماطم والفلفل فجِبت جزراية كده والخيار، فلفل وخيار وطماطم، جِبت جزراية كده وبنفس المقشرة اللي قشّرت بيها البطاطس بشرت بيها الجزر، وما كانش عندي طبعًا خضرة أو كزبرة أو بقدونس يعني طازة، كان عندي متفرّز فجِبت شوية وحطيتهم، ودلوقتي خلاص هابتدي أحط في الفطار. فأنا باتبِّل السلطة، حطيت كده نُص ليمونة وملح وشوية فلفل صغيّرين، حطيت كمان شوية معلقتين من الزيت عشان الجزر، وحطيت نُص معلقة كده من خل التفاح، وقسّمتهم كده على طبقين، ودلوقتي برضه البطاطس كانت اتحمّرت، شايفين لونها تحفة جدًا بسبب الكركم، ومش محتاجة إن أنتِ ترُشّي عليها ملح بعد ما تطلع، لإنها شربت من التتبيلة اللي في المَيّة، وهاسيب طبق بطاطس سادة، والطبق التاني حطيت عليه كاتشب ومايونيز، وطبق سادة، تمام، وحطيت برضه طبق مخلل، وطلّعت العصير من التلاجة اللي هو الكوكتيل، وكان عندي الكوبايات اللي هي الشفافة زي ما أنتم شايفين كده، فأنا إيه حبيت يعني بادوّر كده بالصدفة مش عارفة على إيه، فلقيت الكوبايات الشفافة دي موجودة عندي، فقُلت أحطهم بقى النهارده بقى أحسّسهم إن هُم إيه، معدّيين على معصرة مثلًا. ابتديت بقى طبعًا حطيت 5 كوبايات لكل واحد واحدة، وابتديت بقى أحط فيها بقى بالمغرفة الصغننة دي، أنتم عارفينها بتبقى موجودة في طقم التوزيع، ابتديت بقى أحط في كل الكوبايات، وكده طلّعتهم برّه. أول ما خلّصتهم على طول كانت رُميساء واقفة جنبي فاديتهم لها وقُلت لها طلّعيهم الصالة، فعشان كده مش هتلاقوهم في آخر يعني مش هتلاقوهم دلوقتي موجودين، لإن أنا ادّيتهم لها قُلت لها طلّعيهم برّه، لإن كان ساعتها كده المغرب بيأذّن، تمام. وغرفت طبعًا طبقين من الكبدة وطبق كبير من المكرونة، باخد معايا كده حوالي طبقين 3 فاضيين، عشان اللي عايز يغرف مكرونة ويحط عليها كبدة من فوق براحته يعني. وما تنسوش تحطوا لنا لايك للفيديو واشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس، ومع السلامة في فيديو جديد ويوم جديد.